السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي احسن احوال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منكم والاموات انك انت السميع المجيب الدعاء. بصوا، انا السلاح بتاع القطر هي فكرة ممكن تكون ناس كتيرة جدا ما بتعرفش تركبه او تخلعه او يعني تغيره. بصراحة انا بعد ما عملت الفيديو على فكرة وصورته لقيت ان هو فيه مشكلة فحذفته ورجعته، يعني بدأت ان انا اصوره تاني. بس انا اكتشفت طبعا بعد ما ركبت السلاح طبعا انا هفكه قدامكم وهركبه، بس انا هوريكم بس حاجة الاول قبل ما ابتدي ان انا افكه كده. شايفين دي علبة اسلحة، دي فيها 10 اسلحة. انا كنت جايباها ب10 جنيه. كان الكلام دوت طبعا من كام شهر، كانت في الوقت ده كانت بتتباع ب2.5 وب3. انا معرفش دلوقتي وصلت لكام. اللي انا عايزه اوصله لك ان هي بتوفر كتير جدا، وخاصه ان السلاح عند طول ما هو مقفول العلبه كده لا هي بتصدي ولا هي بيجرى لها اي حاجه خالص. وبالعكس ان العلبه كمان فيها امان، ما فيهاش اي حاجه تقدري ان انت تخافي ان طفلك يمسكها او كده. بس طبعا ما يمنعش ان انت تبقي شايله حاجتك في مكان بعيد عن ايدين اطفالك وكده. طيب انا هفتح العلبه دي ازاي؟ انا هنا فيها 2 كده زي مشقبيتين، بتدوسي عليها كده وبتبتدي تفتحي الغطاء اهوت بالمنظر ده. وادي شكل الاسلحه هنا اهي. طول ما هي متغطيه كده لا هتصدي ولا هيجرى لها اي حاجه، وهتفضل معاكي فتره طويله. طبعا انا عايزه اقولك ان انت لما تنزلي العتبه وتجيبيها مش هتنزلي لها مخصوص ولا حاجه. بس اللي انا عايزه اقوله لك ان انت تكتبي الحاجات اللي ممكن تكون ناقصاكي. نزلت العتبه تجيبي هدوم لاولادك، نزلتي العتبه لاي امر ما، كنت في شغل هناك في مشوار ناحيه هناك، بتبقي انت عامله ورقه ليكي وكاتبه فيها الحاجات اللي انت ممكن تسقطيها منك بالتبعيه زي ما بيقولوا. ان انا هجيب حاجه في حاجه او شوف اللي انا ممكن اكون محتاجاه. هتلاقي ان دايما الحاجه هتبقى اوفر معاكي، خاصه في اوقات الغلا اللي احنا فيها دلوقتي. فهي بتبقى عايزه بس شويه ترتيب وشويه تنظيم. طيب يلا بينا عشان ما اطولش عليك اكتر من كده. يعني انا ديت حاجه بس حبيت ان انا اقول لك عليها. طيب انا دلوقتي هغير السلاح ده ازاي؟ المفروض ان السلاح ده خلاص باظ وانا هرميه. طبعا بدخل ده كده وببتدي ان انا اشوف اتجاهات كل حاجه، يعني لان كل سلاح ممكن يبقى الخلع بتاعه مختلف عن اللي قبله. فانا بعرف انا دلوقتي ان دوت الناحيه دي والحته اللي هي الكنزه دي تحت. ببتدي ان انا اسحب ده كده بالشكل ده كده، وهسحب دي كده لبره. هي طبيعي خلاص السلاح كده المفروض انه خلاص هرميه. تمام. طيب انا بعد كده ان انا ادي شكل ده المشقبيه بتاعه السلاح. انا جبت السلاح بتاعي في منه كده، بص عامل زي الوش اهوت، وادي ده الظهر قصدي معلش، وده الوش باين اهوت. دوت فيه مشرشر هنا اهوت، بحيث ان لو الجزء ده خلاص تلم بالزرديه تقدري ان انت تكسريه وتقدري ان انت تكملي بقيه السلاح. معنى ذلك ان هو بيقعد معاكي فتره طويله. ببتدي ان انا هركب ده كده هنا خلاص، واركن ده كده على جنب. هنا المفروض ان فيه، بصي في مجرى اهي، دي تخلي بالك منها. ولما باجي بركب طب خلاص، وطبعا بتخلي بالك من السلاح لانه بيبقى حامي جدا. وبالطريقه دي كده، وهدخل ما بين المجرتين دولت بالشكل ده كده. اهي بصي بمنتهى السهوله اهي ركبت معاكي. تقدري ان انت تحركي السلاح بتاعك بالشكل ده كده، وتقدري ان انت لو انت عايزاه للامان اهو. وابتدي ان انا هرجع كل حاجه زي ما كانت بنفس الاتجاهات بتاعتها اهي كده. في مجرى هنا اهي، وهركب عليها كده بالشكل ده كده من بره اهي. وبعدين ان انا ازقها. يا رب يكون الفيديو خفيف ويكون فعلا افادك. وان ما افادكيش او انت عارفه المعلومه يا ريت تشيريه بحيث ان غيرك يستفيد. انا من ضمن الناس اللي كنت بصراحه بعاني في بعض حاجات، فلما كل ما بفتكر حاجه عانيت فيها او الكلام ده كله بصراحه بصورها لكم واعرفها لكم، لاني بقول اكيد في ناس كتيره زي حالاتي ما تعرفش. طيب تمام كده. بصي احنا هنجرب هنا القطر اهوت. بصي طبعا انا بجيب اي حاجه معدن وابتدي ان انا هقطع بيها بالمنظر ده كده بالشكل ده، عشان انا عايزه بقيه الجزء ده بصراحه. فانا هنا كده اهي
بصي وادي شكل السلاح وكل حاجه. اتمنى يكون الفيديو عجبك وشكرا لكم للمتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.